حكام طاقم التحكيم كمان اللي هيدير لقاء القمه ان شاء الله يوم الجمعه القادم ما بين الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك في السوبر المحلي. كل ما يخص لجنه الحكام، اعتقد لجنه الحكام في الفتره اللي فاتت كمان بدات تشتغل بشكل او باخر في عمل نوع من المقابلات هتبدا في القريب العاجل لكل فروع لجنه الحكام على مستوى الجمهوريه. اعتقد التواصل هيبقى بشكل مختلف في الفترات اللي جايه، وكمان هيبقى في دور كبير قوي ومجهود كبير جدا على المسؤولين في لجنه الحكام وكمان في اللجان الفرعيه على مستوى الجمهوريه. النهارده هنتكلم عن كل هذه التفاصيل من خلال وجهات نظر مختلفه مع الدكتور او الكابتن حسام الجوهري، مسؤول العلاقات العامه السابق بلجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم. شرفنا منورنا يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن وائل، ازي حضرتك؟ ملخبطاني دكتور وكابتن دي، انا متعود اقول لك كابتن بس انت دكتور ما اقدرش. الاثنين واحد ما قول لي يا حسام. حبيبي شرفنا تقول لي يا حسام عادي. شرفنا منورنا. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب والشرف ليا طبعا، وكل سنه وانتم طيبين. انتهى العيد وانتهت كل حاجه. بس حابب كمان احيي عمال مصر لان النهارده 1/5 عيد العمال، وبما ان حضرتك واحنا عمال يعني صحيح فكل سنه وعمال مصر طيبين. كلنا كلنا طيبين وانت طيب. صحيح. طيب قبل ما نخوض في تفاصيل بعينها، خليني اخد منك رايك او ملاحظاتك بشكل عام على لجنه الحكام في الفتره اللي فاتت وما تسمعه عنها من اجراءات تحركيه بشان التطوير في الفتره اللي جايه. بص يا كابتن وائل، هو اللي انا سمعته واستنبطته من الزملاء ومن الناس ومن الحكام ان الراجل الجديد بيريرا على المستوى الاداري هو حاجه كويسه قوي ومنظم وعنده فكر وبيخطط وبيحاول يعمل حاجه كويسه. لكن طبعا الاثار بتاعتها مش هتعود دلوقتي خالص، لان حضرتك عارف ان اي حد محتاج يحصد اللي زرعه محتاج، وبالذات في التحكيم مش قبل من 3 سنين ولا 4 سنين. لكن هو على المستوى العام بيتكلموا عليه انه بيفكر وبيخطط، ومقارنه بكلاتنبرج هو احسن من كلاتنبرج. نرجع للمستوى العام للمباريات طبعا زي ما انت شايف حضرتك مداره، وانا وجهه نظري ورؤيتي انها مداره بالطقم المصري اللي موجود في لجنه الحكام، لان الراجل ما عندوش اي فكره طبعا اكيد عن الحكام كلهم يا كابتن وائل. فما زلت مقتنع ان اللي بيحطه بيعين هو المصريين، كابتن فاروق، كابتن توفيق والمجموعه اللي معاهم، المجموعه المصريين كلهم، مجموعه لجنه الحكام المصريين كلهم هم اللي بيحطوا، هم اللي بيعينوا. وانا شايف ان هو لحد دلوقتي هم ناجحين بنسبه كبيره، ولكن في ملاحظات. الملاحظات دي بنحب نقولها او بنحب نذكرها، مش تقطيع او هجوم، او بالعكس احنا عايزين الناس تنجح، وهيسعدنا جدا ان الحكام ينجحوا وبالتالي لجنه الحكام تنجح. ما زال هناك من الراي الشخصي يعني والملحوظ ان في بعض الناس بتختفي، وفي بعض الناس بتظهر فجاه، في بعض الناس صغيره مش موجوده، في بعض الناس صغيره موجوده، في ناس بتغلط موجوده، وفي ناس بتغلط مش موجوده. يعني الملاحظات دي بس اللي هي في الاخر خالص نحطها تحت بند العداله. لو طبق هذا البند، انا بقول لحضرتك وما زلت ان لجنه الحكام المصريه اذا طبقت بند العداله في كل شيء والشفافيه، اعتقد انها تبقى لجنه ناجحه جدا جدا جدا. طيب بالتاكيد من وجهه نظرهم هم شايفين ان هو اللي بيحصل ده مش هقول منتهى العداله، ولكنه بقدر كبير هي دي العداله او هو ده المفروض يحصل. ليه دايما الاختلاف في وجهات النظر ما بين الحكام اللي بيتمنوا ان هم يلعبوا افضل المباريات وما بين لجنه الحكام اللي موجوده؟